بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الصنف الحلو الجميل دوت ازاي، اللي هو رز بلبن. بس طبعا هنحط فيه طعوم ونكهات مختلفة وحاجات جميلة جديدة على طبق الرز ابو لبن المعتاد بالنسبة لنا. انا هنا عاملة بعض منه بالشوكولاتة والفورماسيل الشوكولاتة وقطع الشوكولاتة البسكوت، وعاملة بعض منه بالفواكه اللي متوفرة عندي، اللي هي الفراولة والمانجا. مش متوفر عندك هتعملي رز بلبن عادي بشويه زبيب بشويه جوز الهند شويه فول سوداني باللي متوفر عندك، يعني كله فضل وعدل من ربنا. يلا يا قمر انت وهي حط اللايك واشتركي في قناتي لو ما كنتيش مشتركه عندي، ودعمي الفيديو باللايك علشان اكبر فئه تستفاد. هنا نقعت ربع كوبايه من الرز في ميه مده 3 4 ساعات، وبعدين حطيتها على النار وسبتها تستوى لما بدات تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا بحب قوي اسوي الرز الاول واخليه ياخد القوام اللي هو الايه المعجن ده. انا حباه كده ليه؟ علشان الكل بيستمتع بيه وهو بياكله بالطريقه دي. في ناس بتحبه يمضغ سنه، يبقى هتخلي درجه التسويه اقل شويه. هنا عندي هنا لتر الا ربع من الحليب. بدأت هنا كنت مغلياه وركناه على جنب. بدأت انزله على الرز بتاعي وهبدأ ايه اضربه او اخفقه مع بعضه خفقا جيدا بمضرب بقى سلك، مضرب يدوي اللي موجود عندك، بالمعلقة زي ما انا بعمل كده، اللي موجود عندك واللي متوفر واللي سهل بالنسبة لك. في المرحلة دي انت بتحط السكر بقى بالكمية اللي انت عايزاها. حباه مسكر قوي هتزودي نسبة السكر، حباه متوسط كده في الطعم زي ما انا عملت حطيت 3 معالق سكر كبيرة فقط. يفضل انك تخففي السكر فيه، لانه انت ما تنسيش هتحطي فيه شوكولاته لسه هتحطي فيه فواكه. في حاله بقى مش هتحطي الكلام ده يبقى حاولي تزودي نسبه السكر عشان الاطفال الصغيرين وكده. ما تنسيش تحط اللايك يا قمر انت وهي. تمام. ببدا هنا طبعا كل ده انا مولعه النار بس على الهادي، وببدا اقلب كويس قوي لحد ما يمتزج جيدا ويختلط الرز بتاعي اللي هو استوى مع الحليب اللي انا ضفته من شويه. قلبي الكلام ده كله. الله، لو عندك بقى 3 4 معالق قشطه وضفتيهم فيه. انا هنا حطيت نص معلقه صغيره من الفانيليا، وتقدري تستبدليها بميه الورد، تقدري تستبدليها ببشر الليمون او البرتقال. تمام كده. تمام يا قمر يا ست الكل. بقلب الكلام ده كويس قوي مع بعضه، وبعدين بكون مجهزه عندي هنا بقى ايه، معلقتين كبار من النشا في كوبايه من الميه او الحليب اللي متوفر عندك بقى حسب اللي متوفر عندك. وهبدأ انزله طبعا على الاناء بتاعي بالتدريج وانا مهديه النار وبقلب. يبقى بنزل النشا بتاعتي بايد، والايد التانية بتقلب علشان ما يحصلش تكتلات ويكلكع منك ويقولوا عليكي خيبة ولا انت عارفة تعملي ولا انت عارفة تسوي. طيب اهي ادي النشا اللي انا قلتلك عليها من شوية. الله الله بقى لو انت عندك كريم شانتيه كمان وحطيتي معلقتين من بودر من الكريم شانتيه، ونزلت الكلام ده كله مع معلقتين من القشطه مع الحليب، الرز بالحليب دوت، والله بيبقى طعمه خيال وتحفه. ولا تقولي لي بقى محلات برز بلبن ولا محلات بلبن اللي منتشره على مستوى انحاء الجمهوريه ولا الليله دي كلها. انضف حاجه واحلى حاجه واطعم حاجه واوفر حاجه جوه بيتك وبامكانياتك وبنظافه ايدك وادواتك وحاجتك. كمان الحاجه ما بتعملها انت بايدك لاولادك ولافراد اسرتك بيبقى لها طعم كده خاص يعني. بدأ هنا ايه يتماسك معايا وياخد يشكل، يعني زي ما بنقولها بالبلدي كده، وياخد القوام اللي هو متماسك نوعا ما، او اللي هو مش سميك، لا هو قوام يعني زي قوام المهلبية كده بس اتقل سنة صغيرة. تمام. تمام يا قمر انت وهي. ما تنسيش تحط اللايك يا جميلة، وتسلم ايديكوا وعينيكوا يا رب. بس ببدأ هنا بعد كده أبدأ أجيب الأطباق بتاعتي أو البولات أو السلطانية أو الأكواب الكاسات اللي متوفر عندك، وتبدأي تنزلي فيه الرز بلبن بتاعك. طالع بسم الله ما شاء الله، ولا لو شميتي ريحته بقى تحفة تحفة تحفة. ايه الطعامة والقمر ده. يلا يا قمر انت وهي قومي كده الشطري وتحمسي وقومي اعملي حاجة حلوة لولادك، وده صنف بسيط غير مكلف من امكانياتك جوه البيت. هتحتاجي بس لتر من الحليب او نص لتر على حسب الكمية اللي هتعمليها، وشوية سكر وحفنة رز صغيرة بس. خلاص خلصت الليلة على كده. عندك فواكه خير وبركة، مثلا كلنا بنجيب فاكهة وبتفرزيها، مثلا بتصادف تلاقي في الفريزر كده مثلا حبتين فراولة في كيس، حبة جوافة مش عارف، حبة موز مش عارف ايه، بتبقى مرمية في التلاجة، او حبة مانجا ومحطوطة في التلاجة، وانت مثلا ايه ما انت شايفاها الفترة، فبتعتري فيها بالصدفة كده.
زي ما انا عملت كده. يعني انا عايزه اقول لك ان دول كانوا حبتين من الفراوله مع حبايه واحده من المانجا. والله العظيم من ايام موسم المانجا من السنه اللي فاتت وعطرت فيها. عارفين انتوا الديب فريزر المربع ده؟ بتبقى الحاجه فيه عامله زي مغاره علي بابا ولا 40 حرامي، ما بتبقيش عارفه ايه اللي في ارضيه الديب فريزر، ايه اللي موجود عندك ايه اللي مش موجود. فعطرت فيهم فقلت حلوه استغلهم في الصنف دوت، لانهم لا كانوا هينفعوا عصير، ما كانوش يعملوا كميه، ولا كانوا هينفعوا في اي حاجه تانية. فحبيت ادخلهم في صنف قمر جميل زي ده بطريقه جديده. تعالي بقى هنا اقول لك انه محلات بلبن بتعمل ايه. بيعملوا الرز زي ما انا عملناه كده، بيحطوا له بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، لو عندك كريم شانتيه زي ما قلت او قشطه. وبعدين بيبداوا هنا ينزلوا عليه بقى ايه، العسل الابيض، معلقه عسل نحل، ويحطوا عليه الفواكه، او يحطوا عليه شويه من المكسرات ومعلقتين من العسل النحل، ويسموها القنبله. خلي بالك الطبق الصغير اللي هو قد الكاس اللي في ايدي ده بيتباع في المحل ب 40 جنيه وب 50 جنيه والله العظيم. وطعمه والله العظيم في البيت انضف واحلى واجمل. تعالي هنا بقى الشوكولاته. انا عندي هنا، عارفين الشوكولاته البسكوت دي؟ خلاص دول برضو حبتين ثلاثه هتلاقوهم كانوا عندي بقى لهم 10 12 سنه كده. عثرت فيهم في درج المطبخ فطلعتهم قسمتهم الى مكعبات صغيره عشان يبقوا سهل في الاكل يعني. وهبدا اوزعهم على سطح الايه الرز بلبن. وابدا ارش برضو هنا ايه شويه من الفورماسيل برضو كانوا موجودين عندي. طيب ما عندكيش الكلام ده كله، عندك شويه زبيب سواء شويه مبشور من الحاجات اللي انت كنت جايباها رمضان، اكيد لو دورتي وقلبتي كده في درج المطبخ هتعترفي في حاجات يعني. صدقوني المطبخ ده مليان ثروات بس احنا ما بنبقاش شايفينها يعني. او خدت شويه فورماسيل اهوت، وهبدا ارشها على سطح الايه الرز بلبن. فاللي متوفر عندك شويه فول سوداني، جوز الهند مبشور، او مثلا زبيب. اللي متوفر عندك. الناس بقى امكانياتها عاليه وعندها مكسرات، تقدري تحطي المكسرات على سطح الرز، وترش عليها معلقه من العسل الابيض، وانت كده عملتي احلى صنف ايه. يعني بصي عايزه اقول لك ان ممكن صنف احلى واطيب واجمل من المحلات بره. طعامة ايه بقى ونظافة، وبيديكي كمية. تخيلي انت لما يبقى طبق صغير او بولة زي دي صغيرة كده فخار، بتتباع بال40 جنيه وبال50 جنيه. ايه اللي هو عمله مش فاهمة والله. انا معرفش ايه الاسعار العالية قوي 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 في محلات الحلويات ورز بلبن والحلويات والكلام ده كله. فانتي بصنع ايدك وبطعامتك كده وشطارتك وجوه بيتك ومطبخك، وتبقي فرحانه وانت بتعملي الحاجه، والاولاد ملمومين حواليك وفرحانين بيكي وانت بتعملي الحلويات ليهم، وتعملي انتي احلى رز بلبن للاولاد في البيت. هنا بقى ببدا اوزع شرايح الفراوله بالشكل اللي انت شايفاه ده، وقطع المانجا الصغيره دي انا طبعا قشرتها وقطعتها مكعبات صغيره، والفراوله قطعتها لشرايح زي ما انت شايفه كده. اجمل امنياتي ليكم دوام الصحه والسعاده. ما تنسيش تدعميني باللايك. الى اللقاء في